ابتدائي هنحل النماذج الاسترشادية من كتاب الأضواء صفحة 58. والسؤال الأول بيقول لي لاحظ الخريطة المقابلة واكتب مدلول الأرقام. رقم واحد أهو، رقم وردة واحد البوصلة. برافو عليك، وردة البوصلة. تمام. رقم اتنين أهو بيشير لإيه؟ محافظة القاهرة. برافو، القاهرة. تلاتة نهر أهي، تلاتة نهر النيل. نهر النيل، برافو. أربعة أهو يشير إلى إيه؟ مقياس الرأس. برافو يا أحمد، مقياس الرأس. طيب دلل على صحة العبارة الآتية: تهتم الدولة بتطوير القاهرة إن هي أقامت عديد من المشروعات زي إيه؟ حي الإسمارات، حي إيه؟ إسمارات. ماشي، وتطوير حي السيدة زينب، حي إيه؟ السيدة زينب. وكمان محور رود الفرج، محور إيه؟ رود الفرج. رود الفرج. السؤال الثالث بيقول لي اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. واحد، تستخدم الأقمار الصناعية في التقاط الصور الجوية، صح ولا غلط؟ صح. لا طبعا غلط. ليه بقى؟ لأن الصور الجوية بنلتقطها عن طريق الطائرات، عن طريق إيه؟ طائرات. تمام؟ طيب اتنين، تقع محافظة أسوان ضمن محافظة الوجه القبلي، صح ولا غلط؟ صح. برافو عليك. يعتبر شعار محافظة القاهرة عن نشاط سكانها وتاريخها، صح ولا غلط؟ صح. برافو. أربعة، تعد محافظة الإسكندرية من محافظات الوجه البحري، صح؟ صح. برافو. فسر أهمية نهر النيل لمصر قديمة. ها؟ ساعد الإبناء. أول حاجة ساعد في بناء الحضارة المصرية القديمة. تاني حاجة المصريين استخدموه في التجارة بين شمال مصر وإيه؟ وجنوب. في التجارة بين جنوب. شمال مصر وجنوب. وجنوب. تمام؟ طيب السؤال الثالث بيقول لي ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. إفريقيا مساحة شاسعة من اليابس تضم عدة دول، فهي بذلك تكون دولة ولا محافظة ولا قارة ولا جزيرة؟ قارة، برافو يا أحمد. اتنين، مدينة شرم الشيخ أجمل المدن المصرية، تعبر هذه العبارة عن رأي ولا خيال ولا حقيقة ولا إشاعة؟ طيب ثلاثة، يتخذ علم مصر شكل مثلث ودائرة ولا مستطيل ولا مربع؟ مستطيل. برافو. السؤال ب بيقول لي أجب عن السؤال الآتي: اكتب تفسيرا واحد لوجود النسر في علم مصر. ليه حاطين النسر في علم مصر؟ القوة الشجاعة. برافو عليك، ليدل على قوتها، ليدل على إيه؟ قوتها. طب هو مأخوذ من مين النسر دوت اللي موجود في العالم؟ نسر مين؟ صلاح الدين الأيوبي. برافو عليك، برافو.